ازاي تعمل موسيقى عظيمه زي دي وتاخد جوائز وفلوس كتير. بتبدا العمليه عاده بفكره موسيقيه، ممكن تكون لحن او ايقاع او شعور معين. التطوير بيتم تطوير الفكره الاوليه عن طريق التجربه والخطا وتجربه تركيبات مختلفه من نغمات وايقاعات وحتى آلات. تاني حاجه هو التدوين الموسيقي، وده بيتم عن طريق النوتة الموسيقيه لما تدون الالحان والايقاعات باستخدام النوتة. البرامج الموسيقيه ممكن تستخدم برامج الكمبيوتر لتدوين الموسيقى وتحريرها. تالت حاجه التوزيع، وهنا بيتم اختيار الالات الموسيقيه المناسبه للتعبير عن الفكره المفروض نوصل لها، وطبيعي بيتم توزيع الاجزاء المختلفه على حسب الالات الموسيقيه المختلفه اللي معانا. رابع حاجه هي الانتاج او البرودكشن، وده بيتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه التسجيل، تاني حاجه المكساج، تالت حاجه الماسترنج. ودي المراحل اللي بنشتغل عليها في ياني ستوديو لما نيجي ننتج مزيكا. وقدرنا ننفذ شغل كتير قوي ولا استحسان كبير قوي. شاركنا تجربتك في التعليقات واعمل سيف للفيديو علشان ترجع له في اي وقت، ولو عندك سؤال اكتبه لي في الكومنتس، وما تنساش تتابعني علشان يوصل لك كل جديد.